السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على كيفية تحضير الثوم الأسود الخارق. أكيد الثوم الأسود عنده كثير من الفوائد الصحية والمركزة. فالثوم العادي كلنا كنعرفوا الفوائد ديالو، ولا الثوم المجفف كذلك كنعرفوا الفوائد ديالو الكثيرة. في حلقة اليوم غنتكلم لكم كيف ما غتشاهدوا معي في الفيديو بالتطبيق، وكذلك غنشرح لكم كيفية تحضير الثوم الأسود اللي تقريبا المده ديال التحضير ديالو كتراوح بين 30 يوم، يعني شهر الى غايه 40 يوما. فبعد المرور ديال هذه الفتره غتحصلوا على ثوم اسود اللي كثير من الفوائد ديالو غادي نفردوها في حلقه اليوم، غادي نطرقوا ليها. لتحضير الثوم الاسود كل ما سوف تحتاجه هو مجففه كهربائيه، ان لم تكن فغتحتاج هذا الجهاز ديال الرايس كوكر ولا آلة طبخ الأرز، فكتستعمل كثيرا في آسيا. هذه الآلة عفوا إلا لقيتوها في السوق غتقوموا بالاقتناء ديالها، فبها يمكن لكم تحضروا واحد المجموعة كبيرة من الوصفات، وتمكنك كذلك حتى من تجفيف الأغذية أو الاحتفاظ بالأغذية ساخنة. فهي خاصيتين: خاصية الطبخ الأولى كوك، والخاصية الثانية كيف ما تلاحظوا معي في الفيديو هي خاصية التسخين وورم. وهذا ما يهمنا في حلقة اليوم لتحضير الثوم الأسود. فعند الضغط على الزر الخاص بتسخين الطعام فهنا كتقوم بتجفيف الأغذية. على غرار الثوم الأسود فغتحتاج تقريبا لتسخين هذا الثوم بطبيعة الحال مع توفر مصدر للرطوبة مع الحرارة، فهنا كنقوموا بتخمير الثوم العادي وتحويله إلى ثوم أسود اللي قليل في الأسواق وعنده كثير من الفوائد، ويستخدم بكثرة في المطبخ الآسيوي بجميع الأصناف ديالو. الثوم الأسود هو مجرد ثوم أبيض تم تعريضه لفترة طويلة للحرارة وكذلك الرطوبة، ينتج عنه ثوم مخمر. كيف قد بعض من الخواصر خصوصا المذاق اللاذع، رائحة الثوم كذلك يتحول إلى ثوم مكرمل، يعني ثوم اللون الأسود مكرمل بخصائص مركزة من حيث الفوائد خصوصا مضادات الأكسدة. فالتحضير ديال الثوم الأسود ليس بالطريقة المعقدة، فقط تحتاج هذه الآلة رايس كوكر ولا آلة طبخ الأرز، فهي متوفرة في الأسواق. أهم الخصائص ديال الثوم الأسود بطبيعة الحال أنه كيساعدك على الوقاية ومكافحة الأمراض السرطانية، لأنه مركز ومعبأ بتنظيم مستويات سكر الدم المرتفعة. الثوم الأسود كذلك جيد لتقوية المناعة. فالثوم العادي كنا كنعرفوا الفوائد ديالو الكثيرة بالنسبة لجهاز المناعة ولا للسيستم إيمينيتير، وكنا طرقنا ليه في مجموعة من الحلقات ومجموعة من الوصفات. فالثوم الأسود أو الثوم العادي تقريبا نفس القيمة، إن لم أقل أن الثوم الأسود يكون أكثر قيمة وتركيز أعلى من نظيره الأبيض. الثوم الأسود التناول ديالو بانتظام أكيد له تأثير إيجابي على الصحة ديال الدماغ، الصحة ديال الجهاز العصبي، فهو كيساعد على التقليل من آفة النسيان، الخرف أو الزهايمر أو المرض الباركنسون عند المسنين. الثوم الأسود يساعد على تحسين الذاكرة، يساعد على التقليل من مشكلة النسيان. فالثوم الأسود كيزيد كذلك من الرغبة الجنسية عند الطرفين معا. فكثير من الأبحاث الأولية عن الثوم الأسود تؤكد على أنه جيد عموما للصحة بشكل كبير، وخصوصا لصحة الكبد والأنسجة ديال الخلايا ديال الكبد المتضررة من نتيجة الإفراط في استهلاك الكحوليات أو الإفراط في تناول الأدوية اللي كتسبب سمية للكبد. فكيف ما لاحظتم معايا فطريقة التحضير ديالو بسيطة. كل ما عليك فعله هو تحضير هذه الآلة الرائعة رايس كوكر اللي سبق طرحتها في حلقات سابقة، وتقوم بتجفيف الثوم بعد مرور فترة ديال 30 يوم إلى 40 يوما، مع توفير مصدر توضع واحد الكأس وتبقى تضيف ليه الماء مصدر للرطوبة باش تحصل على ثوم مخمر. يمكن لك تحضر به مجموعة كبيرة من الأطباق، يمكن لك تضيفه النظام الغذائي ديالك، أكيد سوف يكون له انعكاسات مبهرة على صحتك. نتمنى تكون حلقة من الإعجاب ديالكم. إن كان كذلك اضغطوا على زر لايك مشاركة حتى تعم الفائدة.